شايفين يا حبايبي الكمام؟ شايفين النظافه؟ شايفين اللياقه؟ كان نفسي اوريها لكم والله، يا ريتني وريتها لكم قبل ما احطها. شايفين الهدوم جميله ازاي؟ شايفين كل ده في السر المكون اللي احنا حطيناه وهنشوفه مع بعض دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب وانا بكلمكم تبقوا في احسن حال واحسن صحه ان شاء الله. النهارده جايه لكم بفكره جميله قوي، يا رب كده اللي بيشوفني اول مره ما يبخلش عليا بالاشتراك ويعمل لي لايك وافكار يكون ايه بتعجبه. النهارده ان شاء الله هنغسل ابيض معانا اللي هو التيشيرتات الرجالي والحاجات كده، لماهم كلهم هوريهم لكم دلوقتي. بس بعمل بقى فكره حلوه قوي علشان التيشيرتات دي تنور وترجع جديده نوفي زي ما هي الاول. طبعا انتوا عارفين التيشيرتات البيضه دي بتبقى يعني عشان تغسليها تطلع بقى نضيفه، ما فيهاش اصفرار ولا فيهاش اوساخ ولا فيهاش اي حاجه، بتحتاج معامله خاصه يعني. هنعمل ايه دلوقتي؟ معانا الكوبايه اهي بتاعتنا المسحوق اللي انت بتستعمليه ان شاء الله، ودي بيكنج باودر اهي بتاع الحلويات اهي عادي خالص اهي. هنحط بس منها ايه معلقه صغيره، واقول لكم ايه فايدتها دلوقتي على المسحوق. كده معانا اهو، نحط بقى كده زي الشطار معلقه صغيره. دي بقى ان شاء الله هتخلي لك الهدوم قشطه، اسمعي مني متخافيش. هنعمل كيكه ولا حاجه احنا. بصوا كده اهي، معلقه لسه شويه عشان انا بصور ببص في الكاميرا. اعملي شويه اهو، وقع مننا يا حبايبي اهي. شايفين يا حبايبي بالمنظر ده؟ معلقه اهي هرميه اهي تحطيها بقى هنا كده، وهنشغل الغساله مع بعض. دي بقى ميزتها ان انتي بتعمل لك كده الرغاوي بتزيد. شفت انتي ما بتحطي الكيكه برضو ودي بيبقى شغلانتها ان هي ترفع الكيكه، بتخلي الرغاوي كتيره جدا وتنضف لك الهدوم والحاجات الصفراء والحاجات اللي زي دي. هنشوف مع بعض واحنا بنشغل ونحطها في الغساله. كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده فتحت لكم الدرج واهو، زي ما بعمل في بيتي بوريكم بما يرضي الله اهو. تحطي كده وتطمني ان هي ايه المسحوق كله نزل اهو. هتدعوا لي ان شاء الله. شايفين كده؟ تفتحي كده تتممي ان المسحوق ايه بيبقى مركن معاكي كده بالراحه كده. عايزاكم تخشوا تشوفوا الوصفات والله اللي انا بعملها جميله والله العظيم، مش عشان بقى انا عامله قناه وكده، لا هتعجبكم والله. كده يا حبايبي بقى لما اشتغلت اهي، انا كنت فاصلاها عقبال ما تلف. عايزه اقول لكم البيكنج باودر بتاع الاكل ده بتزود الرغاوي وبتخلي الفعاليه بتاعه المسحوق اكتر. انا لما طبعا الفواتح كلها ده فواتح بس الكم الاخضر، كل التيشيرتات بتاعه جوزي وابني اللي هي سمني وبيضه لماها على درجه حراره 50، وجايبه البرنامج الوسط عندي. شايفين الرغاوي بيضه قشطه ازاي وبتساعد انها بترغي. يا رب افكاري تكون بتعجبكم يا رب. وكنت عايزه اوريكم والله شكل الياقات والاساور، بس انا كنت حطيتهم وطلعت في دماغي بقى ان انا اعمل لكم الفيديو. شايفين بس المعلقه الصغيره عملت ايه؟ شايفين الرغاوي شكلها ايه؟ بتزودها. انت ما بتحطها في الكيكه بتنفش كده. هي بتنفش لنا المسحوق برضه. يا رب افكاري تكون بتعجبكم وما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.